اكتر مشكله بتواجه الناس في الديجيتال ماركتنج هو ابدا في ايه، اختار نيشي عشان اشتغل فيها. دي اكتر مشكله انا بشوفها بتواجه الناس وبتخليهم مشتتين ومش عارفين يبداوا. المشكله الحقيقيه ان الناس بتقعد تفكر مثلا بالست شهور ايه النيش اللي اشتغل فيها، ايه التخصص اللي اشتغل فيه الديجيتال ماركتنج وانا غلطان ومحتاس وتايه ومش عارف اعمل ايه. دي 3 اسئله مهمه لو سالتهم لنفسك هتقدر تحدد ايه النيش اللي انت تقدر تشتغل فيها وتنجح فيها. اول سؤال فيهم هو اصلا ايه الحاجه اللي انت بتعرف تعملها كويس، او ايه الحاجه اللي انت نفسك او حابب تتعلمها او عندك شغف ليها. تاني حاجه هو مين اصلا الناس اللي محتاجه الحاجه دي، وتالت حاجه هي الناس هتدفع في الحاجه دي اصلا ولا لا. تعال اديك مثال عشان ابسط لك الفكره. احنا دلوقتي مثلا لو مسكنا المجال الطبي هتلاقي ان الدكاتره محتاجين حاجتين، محتاجين بيشنتس او مرضى، ومحتاجين ماركتنج علشان يحققوا فلوس. طيب المرضى دي هتدفع فلوس؟ هتدفع فلوس. بس كده يبقى انا ممكن ابقى ديجيتال ماركتير متخصص في الميديكال كلينكس بس، متخصص في المجال الطبي بس. هنا انا اقدر اقدم سيرفيس، اولا انا عارف ان انا بحبها مثلا لو انا بحب المجال الطبي، ثانيا انا عارف ان هي بتجيب فلوس، وثالثا انا عارف مين هم اللي محتاجينها اللي هم الدكاتره. فده سؤال سهل جدا ان انت لو سالته لنفسك تقدر تحدد النيش اللي انت المفروض تفوكس عليها وتست فيها وتجربها وتتعلمها وتبقى ضامن ان هي اصلا فيها فلوس او فيها بوتنشال ان هي تحقق لك فلوس. وهنا طبعا بيظهر نقطه قويه جدا ومهمه جدا، ان في ناس بس بتدور ولا البيشن او الشغف بتاعها، ولكن في حاجه اسمها الماركت ديماند. الماركت ديماند يعني طلب السوق. لو انت بتدور على شغفك في حاجه ما فيهاش ديماند اصلا او ما فيهاش طلب، فسلم لي على شغفك، انت اصلا مش هتستفيد اي حاجه، انت مش هتعمل اي حاجه. فلازم انت لما تدور على شغفك، انا طبعا مع فكره جدا ان كل واحد يعمل الحاجه اللي هو شغوف بيها، وانا نفسي بحب اعمل ده اصلا. بس الديجيتال ماركتنج او المجال اللي انا شغال فيه ده على مدار السنين اللي فاتت، هو لو ما فيهوش ديماند اصلا انا ما كنتش كملت فيه يوم، ما كنتش كملت فيه حتى لو انا بحبه. لازم الحاجه اللي انت تختارها وتقول انا حاببها وشغفي هنا، تبقى ضامن ان الحاجه دي عليها طلب وليها ناس عايزاها، وليها ناس بتدفع مقابلها فلوس. لان اصلا ده لو ما حصلش انت مش هتعرف تعيش حياتك، فساعتها ده مش هيبقى شغف، ده هيبقى تضييع وقت وتضييع مستقبل. وده معناه ان البيزنس هو بس مش هوبي انا مثلا نفسي فيها، لا، البيزنس ده قرار صعب جدا وعميق جدا، لازم يتبني بشويه معايير وشويه حاجات انا اكون حاببها وواثق فيها، وفي نفس الوقت ابقى ضامن ان هي ليها اودينس، ليها ناس. ولما تتقدم السيرفيس او برودكت بتاعي لازم يكون في ناس هتشتريه وتدفع مقابله فلوس. اختيار النيش هو مش صعب ومش سهل، ولكن انت عشان تختار النيش اللي عايز تشتغل فيها او النيش اللي انت عايز تقدم السيرفيس فيها او البرودكت فيها او تخش تنافس فيها، لازم تبنيها بناء على شويه معايير وشويه اسئله لازم تطرحها لنفسك، ولازم تكون اجاباتها صادقه وواضحه بينك وبين نفسك. ممكن تجيب مثلا ورقه وقلم وتكتب فيهم 3 تخصصات انت عايز تشتغل فيهم في الديجيتال ماركتنج او مستعد ان انت تشتغل فيهم في الديجيتال ماركتنج. ولكن لازم تحدد 3 حاجات مهمه جدا: حدد نوع الخدمه المعين اللي انت عايز تقدمه، وحدد المجال اللي انت عايز تقدم فيه الخدمه دي، وحدد مين الجمهور اللي ممكن يدفع فلوس مقابل الخدمه دي.